ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل كده روتين حلو جدا جدا وان شاء الله يعجبكم. روتين يوم الجمعة. طبعا كنا انا واخواتي عند ماما، فبصراحة كده صحينا. ده بقى كان يوم الجمعة الصبح بعد صلاة الجمعة. هنا انا غسلت الحافظة ونشرتها، بوريكم بقى ايه الدنيا كانت مبهدلة ازاي. وطبعا ماما جايبه لنا كده المرتبة دي عشان الولاد يناموا عليها بدل ما يناموا على الأرض. وزي ما انتم شايفين يلا بقى نخش على الروتين بتاعنا. وإن شاء الله لو عايزاكم، بس أهم حاجة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. أهم حاجة اللايك يا جماعة والاشتراك، مش تخسروا أي حاجة لو اشتركتوا عندي، والله ما تخسروا حاجة. بصوا بقى، عايزة أقول لكم على حاجة. شكرا جدا جدا لكل حد اشترك عندي في القناة، بجد نورتوني جدا. وشكرا لأحلى اخوات. شكرا لكل اخت بتتابعني، اخت، بنت، اي حد بيتابعني فيكم. شكرا جدا جدا جدا. ومنورين عندي القناة والله، ومنورين جدا جدا، وربنا يديمكم نعمة في حياتي. نسمي كده بقى اللي ونخش بقى على الروتين بتاعنا الجامد. نخش بقى كده على الروتين. زي ما الأوضة كانت مبهدلة جدا زي ما انتوا كده ايه شايفين. طبعا احنا شلنا البطاطين ومطلعنا البطاطين الخفيفة ديت. والجو برضو نفس الكلام، الجو ساقع لسه. انا طبعا قلت ايه، قلت لما اخش كده ايه اعمل لك الأوضة كده على طول. واخواتي بره بيعملوا برضو، كل واحد كده ايه شايف حاجة بيعمل. انا بقى خدت الأوضة دي وقلت بقى اوريكم الروتين بتاعي عند ماما. بصوا يا جماعة، في ناس كده بتعلق لي تعليقات سخيفة. بجد يعني قلة ذوق وقلة أدب بجد جدا جدا. بصوا أنا بمسحها أو بعمل لها إزالة يعني. مش بحب بصراحة أشوفها، يعني أنا أول ما بشوفها يعني إيه دمي بيتحرق بجد. تعليقات أنا مش عارفة دي يعني، مش عارفة بصراحة ايه السفالة وايه قلة الأدب دي بصراحة يعني. فوالله يعني أنا مش مسامحة بجد أي حد يخش يكتب لي تعليق رخيم أو أو تعليق سلبي يعني. أنا زي ما انتوا شايفين بعمل كل حاجة كده باحترام، والروتينات بتاعتي برضو ما فيهاش أي حاجة. فمش عايزة أي حد أو مش عايزة ايه مشاكل. مش عايزة أي حد يكتب لي كده تعليق ملوش 30 لازمة، عشان بجد بتضايق بصراحة، بتضايق وبتنرفز وبمسح التعليق وممكن ايه فبتخنق يعني. والله يعني مش هسامح اي حد بجد يكون ايه بيعلق تعليق رخيم او تعليق ملوش لازمة يعني. او لو او هو او راجل او شاب او اي حد، طبعا انا مش مسامحة اي حد يكتب لي اي تعليق ملوش 30 لازمة. تمام. القناة دي يعني قناة روتين، قناة يعني آه عاملاها ان انا بحب بصراحة التصوير، بحب الروتينات بصراحة، بحب التصوير. فاهمين قصدي ازاي نعمل روتين اصور؟ بحب اعمل الطبخ جدا جدا. وان شاء الله انتوا طبعا شفتوا القناة بتاعتي كانت طبخ وروتينات وكل حاجة. ف اي حد يكتب لي تعليق ملوش لازمة مش هعمل اي حاجة، مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اي تعليق ملوش اي 30 لازمة. تمام. بس كده نيجي كده مع بعض. هنا كان الحامل وقع بالموبايل، وهنا ظبطت الحامل من الموبايل. جيت هنا بقى خلاص خلصت السرير الأولاني، وجيت بقى هنا أعمل السرير التاني. وشلت طبعا المرتبة اللي الولاد بيناموا عليها، حطيتها كده في ظهر السرير. وهشيل بقى كل الكلام ده هطبقه ويحط كل حاجة مكانها. فاهمين ازاي؟ عايزة اقول لكم ما كنتش عارفة اصور. آه العيال كتير كده داخلة خارجة وعاملين قلق يعني. بشكر بقى، بصوا يا جماعة هشكر كل حد بجد بجد دخل عندي في القناة، والله نورتوني. وبجد احنا تمينا 1000 مشترك، حلو جدا جدا وفي وقت بسيط جدا. وان شاء الله خلاص يعني انا فرحانة طبعا ان ايه تمينا كده 1000 مشترك. وشكرا جدا. واي حد يشوف الفيديو بتاعي اهم حاجة يا جماعة اللايك كده، اللايك وتشترك عندي، مش هتخسري اي حاجة. اي اخت كده تشوفني فمش هتخسر اي حاجة وتشترك عندي. تمام. جبت بقى هنا كده البطاطين طبقتها وهشيلها بقى ايه على جنب. عايزه اقول لكم إيه البطاطين دي كلها بتطلع ان ولاد اخواتي كتير ما شاء الله الله اكبر يعني كتير. فايه
كل واحد عايز يتغطى والجو ساقع ومولعين المروحة وبس مش قادرة عارفة. آه كنت عايزة اغسل السجاد بصراحة، بس ايه لقيته مفهوش حاجة نضيف، لسه فرشينه على العيد يعني، فما لقيتوش في حاجة، فقلت خلاص بقى ايه همسح كده. هي نضافة وكل حاجة، بس أنا عايزة أغير الفرش، إن بقاله بتاع حوالي 4 أيام، فعايزة أغيره زي ما انتوا شايفين كده، عشان الولاد طبعا يجروا ويلعبوا والكلام ده. الله أكبر، الله عز وجل، أنا لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. سبحان الله سبحان الله. شلت بقى كده زي ما انتوا شايفين الكلام ده كله، وهنفض هنا طبعا المراتب اللي هي العادية، فبنحط تحتها السجاد اللي هو البديل، يعني عشان احنا عندنا كذا بديل، فعشان ما تبقاش الدنيا مسحومة، فبصراحة أنا برفع كده المراتب وبحط تحتها كده السجاد. عايزة أقول لكم بجد زوري والله بجد وجعني جدا، مش عارفة ليه بصراحة، إن شاء الله أروح أكشف الصبح، بس زوري وجعني جدا، مش قادرة أبلع ريقي خالص. مش عارفة من ايه، هو برد أكيد يعني، عشان الجو ده أصلا تعب جدا، فهو فعلا برد. بصوا بقى كده فرشت السريرين، محبتش أطول عليكم، وفصلت ورجعت لكم تاني. كده بقى ايه فرشت السريرين، ولميت بقى الغسيل ده كله، رحت شغلت عليه الغسالة عشان عبال ما اخلص انشرهم، يعني ميبقاش فيه ايه اي حاجة. هنا بقى حطيت كده الغسيل خرجته بره عند الغسالة، وهشغل عليه الغسالة عشان عبال ما امسح واخلص الأوضة ارجع آه انشرهم يعني. جبت بقى هنا كده ال الجردل بتاع المسح، حطيت فيه فينيك. بنحب، انا بصراحة بحب امسح قوي بالكلور والجاز والكلام ده، بيبقى حلو قوي وما بيعملش ريحة بصراحة، يعني بيخلي كده الشقة ريحتها حلوة قوي. خدت بقى هنا ايه بقى المساحة كده بتاعتي. دخلت بقى ايه على البلكونة، مسحتها انا طبعا، كنست كل الأوضة والبلكونة ما فيهاش اي حاجة، كنت لسه مسحها قبلها بيوم، عشان ايه الولاد لما يخشوا ويخرجوا فتبقى البلكونة نضيفة يعني، ما تبهدلش السجاد. خلصت كده البلكونة، وهعمل بقى ايه الأوضة. يلا بقى كده ايه، كل بنت كل ست النهارده ان شاء الله روتين تشجيعي جدا وحماسي. لو عندي مامتك قومي اعملي، لو عند حماتك اعملي يا جماعه، والله الصحاب ياكلوها الدود، فاهمين ازاي الصحاب ياكلوها الدود، والحمد لله يعني. طول ما ربنا مدي الواحد صحة وكده، فما تبخليش عليها، ما تبخليش على أي حد بالصحة، لو أي حد محتاج مساعدة ساعديه. أنا والله ده طبيعي جدا. لو رحت عند إخواتي، عند أي حد قرايبي بيعملوا حاجة، بصوا أشمر وأعمل معاهم، فيعني الحمد لله طبعا على الصحة، والحمد لله على كل شيء. لو عند حماتك ما تبخليش، ما تبصيش لغيرك. لو عند مامتك برضو ما تبصيش لاخواتك، مالكيش دعوة، انت اعملي اللي يراضي مامتك واللي يراضيكي. وطول ما ربنا مديك الصحة كده وكويسة، اعملي وما تستخسريش، لان ايه والله ايه كما تدين دين، يعني تدين دين. حاولي يعني ما تستخسريش صحتك، عشان ربنا يبارك لك في صحتك وعيالك. خلاص بقى كده زي ما انتم شايفين، حطيت بقى حبة الديتول، وخرجت بقى ايه نفضت السجادة زي ما انتم شايفين، وفرشتها وكده، خلاص خلصت. عايزة اقول لكم الأوضة يعني عموما ما خدتش بجد بجد والله، يعني 15 دقيقة بالظبط. يعني عايزة اقول لكم حاجة، لو انا مش بصور، فهي بتاخد معايا 4 دقايق، هي ما فيهاش اصلا اي حاجة، الا انت بشيل بس كده السريرين كده على طول، وزي ما انتم شايفين بمسحها. خلاص كده خلصت الأوضة، وهوريكم بقى عمايل ايديا وحياة عينيا. تعالوا بقى معايا شوفوا عمايل ايديا. خلاص كده ظبطت بقى الدنيا وفنشت ورشيت معطر، وخلاص دي النهاية السعيدة، النهاية المفرحة بجد. ماما ما بتشوفي الشقة كده بتفرح جدا جدا.
ولو العيال بهدلوها بتبهدلنا. زي ما انتم شايفين كده خلاص خلصت الأوضة زي ما ايه، هي زي الفل، فل شمعة منورة. عايزة اقول لكم بعد ما بنعمل كده لو حد طلع على السرير ماما يتبهدلنا وممكن تطرد. بس كده وخلاص كده النهاية السعيدة. لو دخلت الأوضة بتفرح خلاص خلصت أنا اللي عليا، كانت الأوضة دي عليا وعليا كمان. غسلت غسل الفرش بتاعها ونشرته وخلص كده. بس مسحت البلكونة هنا قلبين الكرسي عشان الولاد ما يطلعوش ويشبوا، وخلاص كده خلصت المعركة. وبره بقى ايه اخواتي عايمين في المعركة، فاهمين ازاي؟ بس كده خلاص خلصت. ويستنوني في فيديو جديد وربنا يديمكم نعمة في حياتي، والسلام عليكم.